هو فعلا رأفت الهجان كان عميلا مزدوجا ولا لا؟ اهلا بكم في برنامج كلام موزون. اول حاجه هقولها لكم ان مش اسمه رأفت الهجان. رأفت الهجان ده كان محمود عبد العزيز في المسلسل. اسمه رفعت علي سليمان. اتولد في محافظه دمياط سنه 1927. ابوه بقى علي سليمان الكنال كان شغال في تجاره الفحم بالجمله، وامه اسمها رتيبه علي ابو عوض. كانت من اسره كبيره ومتعلمه كمان في مدارس لغات. وكان له اخ مش شقيق اسمه سامي، واخ شقيق اسمه لبيب، واخت اسمها نزيهه. بعد وفاه ابوهم سنه 1936 اتولى سامي مسؤوليه العيله كلها، وكان وقتها بيشتغل مدرس خصوصي للغه الانجليزيه، وكان بيدرس لمين؟ لاخوات الملكه فريده. وطبعا ده خلاله مكانه مرموقه جدا وسط المجتمع. وبعد وفاه ابوهم اتنقلوا عشان يعيشوا في القاهره في حي مصر الجديده. وبعد ما اتنقلوا عشان يعيشوا في حي مصر الجديده دخلوه دبلوم التجاره، دخلوا رفعت. الشروط اللي دخلته يا ترى ليه؟ لانها كانت شايفه انه شخص مش مسؤول وانه مش هينفع في التعليم الجامعي. رفعت بقى من صغره كان حابب انه يتعلم اللغات، وحبه ده ساعده انه يتقن تعلم اللغه الانجليزيه والفرنسيه في سن صغير جدا. واللي ساعده على ده حب المدرس الفرنساوي بتاعه. في الفتره دي كانت للسينما تاثير قوي جدا على الشباب، ورفعت كان واحد من الشباب دول. وحبه للسينما كان مخليه يروح كتير لاستديوهات السينما ويتفرج من بعيد. وكان في رحله في المدرسه بتاعته طالعه لاحد الاستديوهات المعروفه، فطلع الرحله دي واتسحب بالراحه ودخل اوضه مين؟ اوضه الممثل بشارة وكيم. وهو في الاوضه كان بيحاول يقلده وهو واقف قدام المرايه. قفشه بشارة وكيم وهو بيعمل كده، ونصحوا انه يركز في دراسته عشان هو لسه صغير. وبعد فتره بقى اتجوزت نزيهه اخته من الملازم اول احمد شفيق، وده كان ملازم في الجيش المصري. اخوه سامي بعدها كان بيستعد للجواز، وبقى من الضروري ان رفعت واخوه يتنقلوا يقعدوا في شقه تانية. وفعلا سامي اخوهم اجر لهم شقه تانية عشان يقعدوا فيها. اما بقى سنه 1945 اتقابل رفعت مع الممثل بشارة وكيم مرة تانية، اللي أول لما شافه افتكر الموقف اللي حصل معاه في الأوضة بتاعته. ولما لقى رفعت بيحب التمثيل اداله دور صغير في فيلم من أفلامه، واللي بعد ما عمل الدور ده حياته اتغيرت خالص. بالرغم من ان الدور كان صغير بس رفعت كان فرحان جدا بنفسه. حتى زمايله في المدرسة كانوا بيعاملوه كأنه نجم سينمائي كبير، وده طبعا زود ثقته في نفسه أكتر. وخلص دراسته سنة 1946 واشتغل مرة تانية في فيلم تاني من أفلام بشارة وكيم، وفيها قابل أول حب في حياته. مين؟ كيتي. مين كيتي دي بقى؟ كانت كيتي بتشتغل رقاصة في الأفلام والملاهي الليلية، وكانت أكبر منه بسنة. وبعد فترة قصيرة اتعلق بيها جدا، وكمان راح عاش معاها في بيتها، وده تسبب في غضب وزعل عيلته كلها منه. يعني من الآخر علاقته بكيتي اتسببت في مشاكل كتير بينه وبين عيلته، والمشاكل دي كانت السبب في إنه يسيب كيتي ويسيب الشغل كله في السينما. واشتغل بعدها في شركة بترول كبيرة في منطقة راس غارب، واتقبل فيها بسهولة بعد ما عرفوا انه بيتكلم انجليزي وفرنساوي كويس جدا. ونجح جدا في الشغل، وكان مبسوط جدا انه بعد عن القاهرة وعن المشاكل اللي فيها، المشاكل اللي بينه وبين اخواته بسبب علاقته بكيتي. ونجاحه في شغله ده خلاهم يرقوه. والترقية دي بقى عبارة عن ايه؟ الترقية دي كانت عبارة عن ان هم ينقلوه الفرع الرئيسي في القاهرة عشان يشتغل هناك. طبعا هو رفض الترقية دي لانه اصلا مش عايز يرجع القاهرة تاني بسبب المشاكل اللي فيها. هو اصلا ساب القاهرة عشان المشاكل دي، ورفض الترقية وساب الشغل كله وراح اسكندرية واشتغل مع رجل أعمال كانت بينهم علاقة صداقة قوية جدا لما كان بيشتغل في شركة البترول.
وكان رجل الأعمال ده بيحبه جدا لدرجة إنه كان مقعده معاه في بيته. ورفعت ارتبط ببنت الراجل ده وحبوا بعض، وكان اسمها هدى. وهدى تعتبر الحب التاني في حياة رفعت. والراجل ما كانش معترض على حب رفعت لبنته خالص، لأنه كان بيعتبر رفعت زي ابنه، وكان مبارك جدا إن جواز رفعت من بنته يتم. بس رفعت وقع في عملية احتيال خبيث من مدير فرع الشركة في القاهرة. والحكاية انه هو رايح في مهمة فرع الشركة في القاهرة، مدير الفرع عمل حيلة في رفعت، وفعلا تم اتهام رفعت بالاختلاس. وبالرغم من ان صاحب الشركة كان صديقه وعارفه، كان عايش في بيته وكان هيجوزه بنته، وكان متأكد جدا ان رفعت بريء وضحية في التهمة دي، بس هو اضطر يفصله من شغله تجنبا بس لاي اجراءات تحقيق رسميه ممكن تحصل معاه. غريب جدا الراجل ده، بس في نفس الوقت وصل تعيينه على سفينه شحن واسمها حورس، ودي كانت بدايه تانية لرفعت وتجربه جديده اول مره يعيشها، وهي السفر بره مصر. وسافر رفعت مع السفينه لمدينه ليفربول الانجليزيه، وهناك قابل واحده اسمها جودي موريس وحبها قوي. يعني كل لما يروح مكان يحب واحد، قلبه كبير قوي، كان دون جوان. وجودي بقى موريس فضل معاها في ليفربول، وبعدها اشتغل على سفينة فرنسية وسافر مع السفينة لمارسيليا، وساب السفينة أول لما وصلت على مارسيليا وطلع على باريس. رفعت كان نفسه يعيش في باريس بقى حياته، بس اضطر يمشي منها عشان كان مهدد بالطرد طول الوقت ده، لأنه ما كانش معاه أوراق رسمية للإقامة فيها. ولكنه نجح وهو هناك إنه ياخد تأشيرة زيارة قصيرة للندن، واستقر هناك واشتغل في شركة سياحة هناك، ونجح جدا في شغله في السياحة. وكان ممكن إنه ياخد كمان إقامة هناك في لندن، بس خلال تعامله مع احد الشركات جاله عرض من صاحب شركة امريكية بيشتغل معاه، ورفعت شاف ان العرض ده مناسب جدا ليه ووافق على العرض، وسافر على نيويورك من غير تأشيرة عمل رسمية واي بطاقة اقامة دايمة، وسافر في الوقت ده لامريكا. وبدأت إدارة الهجرة في أمريكا تطارده، وصاحب الشغل اللي هو كان رايح له أصلا اتخلى عنه. ومن هنا حياة رفعت اتلخبطت على الآخر، واضطر رفعت يهرب على كندا ومنها على فرانكفورت في ألمانيا. بس ورفعت في ألمانيا فلوسه وجواز سفره ضاعوا منه، يعني رفعت ده متبهدل على الآخر. في الفترة دي بقى وبعد الحرب العالمية الثانية كان كتير من الناس النازيين بيحاولوا يهربوا من ألمانيا، وعشان يعملوا ده كانوا بيشتروا جوازات سفر أجنبية عشان يقدروا يهربوا بيها. وعشان كده اتهم القنصل المصري اتهم رفعت انه باع جواز سفره، ورفض انه يديله وثيقة سفر بدل من جواز سفره اللي ضاع، لحد ما الشرطة الألمانية قبضت عليه واتحبس فترة لحد ما ترحل على مصر، البلد اللي كان بيحاول بكل الطرق انه يبعد عنها. وفعلا وصل رفعت على مصر من غير فلوس او جواز سفر ومن غير وظيفة. وسبقوا كمان على مصر تقرير من القنصلية المصرية في ألمانيا على اللي عملوا في جواز سفر، يعني حاجة وحشة جدا. طبعا كان عنده حالة من اليأس والإحباط لحد ما ظهر قدامه شغل في شركة قناة السويس. الشغل كان مناسب جدا له بسبب اتقانه للغات، بس طبعا الشغل ده كان محتاج اوراق هوية وهو معهوش اي اوراق، وده خلاه يفكر في التزوير عشان هو شايف ان مفيش حل تاني غير كده قدامه. اتعرف رفعت على واحد مزور شاطر جدا قدر يعمل له جواز سفر باسم علي مصطفى، وكان عليه صورته وكان كل حاجة تمام في جواز السفر ده. قدر رفعت يشتغل في قناة السويس وعاش باسم علي مصطفى فترة من حياته، ووقتها بدأ رفعت يحس بالاستقرار في حياته. بس الاستقرار ده تقريبا مش مكتوب، لأن سنة 1952
قامت ثورة 23 يوليو، وبدأ يحس الإنجليز بالقلق من المرحلة اللي جاية. وطبعا المصريين كانوا متعاطفين جدا مع الثورة واللي قاموا بيها، عشان كده بدأوا يفتشوا كل الأوراق المصريين اللي بيشتغلوا في قناة السويس، اللي كانوا بيشتغلوا في قناة السويس وقتها. فحس رفعت بالخطأ وساب الشغل في قناة السويس قبل ما يكشف موضوع تزوير أوراق، وراح رفعت تاني لنفس المزور اللي اتعامل معاه قبل كده، وخلاه يعمل جواز سفر جديد بانه هو صحفي سويسري. وبالجواز ده قدر رفعت يعيش فترة في واحد من الفنادق الكبيرة، ومحدش قدر يكشفه خالص بسبب اتقانه للغات. محدش شك فيه ابدا ولا شك انه مصري، وكان بيصرف من الشيكات السياحية اللي كانت حصيلة شغله في السياحة لما كان في لندن. وفي سنة 1953 بقى بسبب التغيرات السياسية في مصر وقتها كانت بتتم مراجعة دقيقة جدا لكل أوراق الأجانب في مصر. وطبعا اضطر رفعت انه يسيب الفندق ويغير شخصيته مرة تالتة، لانه خايف انه يتمسك ويتعرف انه اوراقه مزور، وانه ولا سويسري ولا حاجة، وانه اصلا مصري. فرح لنفس المزور وخد منه جواز سفر جديد انه بريطاني واسمه دانيال، وكان مقرر انه يسيب مصر نهائيا، وفعلا اتجه للحدود الليبية، وكانت كل حاجة ماشية معاه تمام لحد ما وصل نقطة الحدود نفسها وقدم جواز السفر اللي معاه. وعشان هو متقن للغة الإنجليزية كان واثق في نفسه وواثق ان محدش يقدر يكشفه، بس الامور ما مشيتش زي ما هو عايز. كان في الوقت ده كتير من الجنود البريطانيين بيهربوا من وحداتهم في اسكندرية على ليبيا، وكمان اليهود اللي كانوا بيهربوا فلوسهم بره مصر. كان الضابط البريطاني شاكك فيه وطلب منه انه يفضي كل اللي في جيوبه، كل الحاجات اللي في جيوبه يفضيها. فلما شاف الضابط البريطاني الشيكات السياحية اللي معاه واللي كانت باسم رفعت الجمال، ومع اختلاف الاسم اللي في الشيكات عن الاسم اللي في جواز السفر، شك فيه وشك فيه اكتر واكتر كمان، وتم القبض عليه وحبسوه ورجع على القاهرة من تاني مع تقرير بيقول ان هو شكله ولا هو بريطاني ولا هو مصري، وانهم شاكين انه ممكن يكون جاسوس يهودي اسمه ديفيد. وبالفعل رجع رفعت على القاهرة وبدأ التحقيق معاه من السلطات المصرية. كانوا بيتعاملوا معاه على انه يهودي على الرغم من تأكيد لهم انه هو مصري واسمه رفعت الجمال، وكان بيتكلم في التحقيق بالعربي. وبعد مراجعتهم للسجلات ملقوش اثر للاسم ده غير في دايرة مصر الجديدة اللي بعتوه ليها عشان يتم استكمال التحقيق معاه هناك. الفترة دي كان تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر في بدايته، وبعد ما دخل اليهود فلسطين سنة 1948 وأعلنوا قيام دولة إسرائيل، ومعها قام جهاز الموساد. لكن مصر بقى وقتها ما كانش فيها حاجة اسمها جهاز مخابرات، وكان البوليس السياسي بيقوم بالدور ده. لكن بعض قيادات الجيش كانوا مدركين أهمية وجود جهاز مخصص في أعمال المخابرات تقدر مصر بيه تواجه جهاز الموساد، ويكون أول أعماله هي زرع عين لمصر داخل الدولة الجديدة اللي اسمها إسرائيل. بدأ واحد من الضباط الأحرار يحط صفات وتصور للشخصية دي، الشخصية اللي هيتم زرعها في إسرائيل، وفضل سنتين بيدور على حد بالمواصفات دي، بس هو فشل في انه يلاقي الشخصية دي. لحد ما في مرة كان قاعد مع واحد من زمايله الضباط اللي حكاله عن شخص مقبوض عليه، والشخص ده محترف نصب واحتيال، وكمان له 4 أسماء في نفس الوقت. وفضل يحكي له عن رفعت، وبمجرد ما سمع الضابط بتاع الجيش عن رفعت جه في دماغه فكرة انه لازم
يشوف رفعت ده، وفعلا قابله وحاول يفهم منه اي حاجة، بس رفعت كان عمال يلف ويدور عليه وما فهمش منه اي حاجة خالص ولا وصل معاه لأي نتيجة. بس اللي قدر يوصل له ان رفعت هو الشخص اللي بيدوروا عليه بقالهم سنتين، وان هي دي المواصفات اللي هم محتاجينها في العملية اللي بيجهزوا ليها. واتعمل استجواب لرفعت في مصر الجديدة، والكل كان محتار في أمر، ومحدش فاهم حاجة ومحدش فاهم له أي حاجة. بس أغلب اللي اتعاملوا معاه سواء ضباط أو عساكر أو حتى المسجونين معاه كانوا متأكدين إن هو يهودي مصري. وفي يوم زار رفعت في السجن راجل من البوليس السياسي، قدم له نفسه باسم حسن حلمي. ومن هنا بدأت أهم خطوة في حياة رفعت الجمال. حسن حلمي فضل يتكلم مع رفعت، وقدر بذكائه إنه يستفزه بالكلام لحد ما وصله للاعتراف الصريح إنه مصري واسمه الحقيقي رفعت الجمال. وحكاله رفعت على كل حاجة حصلت معاه من البداية، وانه ازاي قابل كتير من اليهود اثناء فترة شغله في استديوهات السينما، وانه فعلا قبلوه كيهودي، وحكاله على كل اللي حصل خلال فترة وجوده في انجلترا وفرنسا وامريكا ولحد ما رجع مصر تاني. وحكاله على كل اللي حصل في حياته لحد اللحظة اللي كان قاعد معاه فيها. بعد كده قال له حسن حلمي ان هو الراجل اللي بيدوروا عليه من فترة عشان يقدر يساعدهم في وقف عمليات تهريب الاموال الضخمة اللي بيعملها اليهود والاجانب في مصر، عشان بيستعدوا ان هم يخرجوا من مصر بشكل نهائي، وان الفلوس دي كلها بنسبة كبيرة بتروح على اسرائيل واللي طبعا بتستفيد منها. وقال له ان السلطات في مصر مش قادرة توقف عمليات التهريب دي، عشان الحيل اللي بيستخدمها اليهود في التهريب لا تعد ولا تحصى، وعشان كده هم محتاجين يزرعوا في وسط اليهود حد منهم عشان يقدروا يوصلوا لكل طرق التهريب اللي بيعملوها. وطبعا حسن قال له الكلام ده عشان يقنعه بأهمية الدور اللي هو هيعمله، وقال له انه انسب شخص للمهمة دي، وانه هيتم تدريبه وتجهيزه عشان يقدروا يدخلوه وسط المجتمع اليهودي. ولما سألوا بقى رفعت على الفايدة اللي هتعود عليه لو عمل كده وتعاون معاهم في المهمة دي، قال له حسن لو نجحت في المهمة دي هيتمسح كل ماضيك السيء، وكل قضايا النصب والتزوير اللي عملتها هيتم اسقاطها، وان كل الشيكات السياحية اللي كانت معاك هترجع لك بالاسم اللي هتعيش بيه كيهودي. طبعا رفعت وافق على العرض ده وشافه مناسب جدا كمان، ومن اللحظة دي بقى اسمه جاك بيتون، الاسم اللي ما كانش رفعت يعرف انه هيعيش بيه باقي عمره ولحد كمان ما يموت. بدأ التدريب المكثف من الضابط حسن حلمي اللي عرفناه في المسلسل باسم محسن ممتاز، وكان اسمه الحقيقي عبد المحسن فايق، وده كان من الضباط الأحرار. واتدرب رفعت على كل حاجة، وتعلم أسرار نجاح الشركات وأساليب الإخفاء والتلاعب في الضرائب ووسائل تهريب الأموال، وتعلم حاجات كتير جدا عن عادات وسلوكيات اليهود اللي هو كان عارف حاجات كتير جدا منها بحكم معاشرته ليهم. وتعلم كمان تاريخ اليهود في مصر وأصول ديانتهم، وكمان عارف ازاي يميز بين أنواع اليهود وإيه الفرق بينهم. حفظ الشعائر اليهودية وأعيادهم الدينية وحاجات تانية كتير جدا. يعني من الآخر جهزوه إنه هو يتحول يهودي فعلا، ومحدش أبدا يعرف يكشف. وبقى اسمه جاك بيتون، مولود في المنصورة من أب فرنسي وأم إيطالية، وعيلته كانت عايشة في فرنسا بعد ما سابت مصر، وكانت عيلته ميسورة الحال وديانته يهودي أشكنازي. دي الشخصية
اللي اتعملت لرفعت الجمال، واستلم رفعت كل الأوراق اللي فيها الاسم الجديد، وانتهى اسم رفعت الجمال نهائي. بعدها قعد رفعت في اسكندرية وعاش في حي أغلبيته من اليهود، واشتغل في وظيفة كويسة في شركة تأمين. وبعد شوية ثقته في نفسه بدأت تزيد، وهو بيتعامل مع الناس إنه يهودي، ودخل المجتمع اليهودي بشكل أسهل لما قدموا ليهم زميله في الحبس وكان اسمه ليفي سلامة. خلال وجود رفعت بقى في اسكندرية انضم للوحدة اليهودية 131 واللي كونها إبراهام دار، ودي كانت معمولة لحساب المخابرات الحربية الإسرائيلية. الوحدة دي كان الهدف منها القيام بأعمال تخريبية ضد المنشآت الأجنبية والأمريكية في مصر، بهدف تشويه وإضعاف موقف مصر قدام العالم وإفساد العلاقات المصرية الأمريكية، واللي اتعرفت بعد كده باسم فضيحة لافون، ودي نسبة لإسحاق لافون كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها. في الوحدة بقى 131 كان رفعت زميل لأسماء كتير جدا بقت فيما بعد أسماء شديدة الأهمية في عالم المخابرات والجاسوسية، زي إيلي كوهي ومارسيل نينو وأسماء غيرها كتير. لحد الوقت ده كان لسه حسن حلمي بياخد الأخبار من رفعت، واللي ساعدت كتير في كشف عملية لافون والقبض على كل المشتركين فيها، واللي منهم رفعت نفسه اتقبض عليه وكان معاه إيليو كوهين. بعد كده تم الإفراج عنهم بحجة عدم وجود أدلة ضدهم، وبعدها اختفى إيليو كوهين خالص، ورجع رفعت للوحدة 131 بشكل طبيعي جدا من غير ما حد يشك فيه خالص. والتهمة راحت لشخص تاني في الوحدة، واللي اتهموه ان هو اللي كان بيبلغ الاخبار للمصريين، واتفصل من الوحدة واتحاكم في اسرائيل بالسجن لمدة 12 سنة، ومحدش شك في رفعت ابدا. ولحد دلوقتي كانت كل مهمة رفعت انه يتجسس على اليهود في اسكندرية، لكن بعد نجاح عملية الوحدة 131 تم استدعائه تاني على القاهرة عشان يقابل الضابط الجديد اللي هيكون مكان حسن حلمي وهيكون مسؤول عنه بعد كده، وكان اسمه محمد نسيم، واللي عرفناه في المسلسل باسم نديم هاشم أو نديم قلب الأسد. محمد نسيم بلغ رفعت إنه نجح في المهمة اللي كان فيها واللي كان بيعملها، وبدأ تدريبات جديدة لرفعت لتجهيزه للمهمة الجديدة وإنه هيكون جاسوس داخل إسرائيل، وبدأ يعرف اقتصاد وجغرافيا وكل حاجة عن إسرائيل. وكمان تم تدريبه على القتال والتصوير وتحميض الأفلام والحبر السري والشفرات واللاسلكي وصناعة القنابل، كل حاجة بقى مؤهل تماما إنه يكون جاسوس. وبعد تدريب رفعت وبعد إثبات رفعت كفاءته في كل التدريبات اتحدد لرفعت المهنة اللي هيشتغل، واللي كانت وكيل مكتب سفريات، وبالمهنة دي يقدر يدخل ويخرج من إسرائيل بسهولة جدا. وبلغوا رفعت إن المهمة دي هتتم لأطول فترة ممكنة وما كانش في ميعاد لانتهاء المهمة دي، وسووا لرفعت الاختيار في الموافقة أو الرفض، وقالوا له إن في أي وقت تحب ترجع فيه لمصر لو حس بخطر يقدر يرجع، ويرجع لاسمه وشخصيته الحقيقية وأكن مفيش حاجة حصلت، مع الوعد إن كل ماضي مفيش أي حاجة فيه في السجلات سواء رفض أو قبل. ووافق رفعت على المهمة الجديدة وخد مبلغ 3000 دولار عشان يبدأ بيهم شغله في إسرائيل. وفي سنة 1956 ركب السفينة المتجهة لنابولي في إيطاليا، ووصل فعلا ليها واستلمته هناك الوكالة اليهودية، واللي بدأت في الإلحاح عليه وإقناعه بالهجرة لإسرائيل. بس رفعت بقى كان مش مبين إنه عايز يروح إسرائيل، بس في نفس الوقت ما كانش بيرفض بشدة، واد ذكي فعلا، وخلاهم في الآخر
هم اللي يحسوا ان هم نجحوا في اقناعه للسفر لاسرائيل. وبمجرد ما حسوا ان هو اقتنع حجزوا له على اول سفينه راحه تل ابيب. وصل رفعت لاسرائيل واستقبله ضابط مخابرات اسمه سام شوب. قعد يستجوبه شويه ويساله عن كل حاجه في حياته، وبعدها اداله تاشيره الاقامه وبعدها جواز السفر. وبكده اول خطوه في خطه المخابرات المصريه نجحت، ودخل رفعت اسرائيل بشكل طبيعي من غير اي شكوك. وبدأ رفعت حياته في تل أبيب بإنشاء مكتب للسفريات وسماه سي تورس. شخصية رفعت المميزة وأسلوبه الجميل سهل عليه إنه يكون صديق لكل المستويات في إسرائيل. وحتى ضابط المخابرات اللي اسمه سام شوب بقى واحد من ضمن أصدقائه، وكان من ضمن أصدقائه موشي ديان وعزرا وغيرهم كتير من أهم الأسماء في المجتمع الإسرائيلي. ومع قرب رفعت من الناس دي عرف بخبر العدوان الثلاثي على مصر، وعرف كل تفاصيل تنفيذ العدوان. بعد ما عرف المعلومات دي سافر جري على روما بعد ما طلب لقاء عاجل من المسؤولين في مصر، وبلغ المعلومات دي كاملة ليهم. لكن للأسف محدش صدق المعلومات دي خالص، وفعلا حصل العدوان الثلاثي. بقى 1957 اتفاجئ رفعت بزيارة من إيلي كوهين زميله السابق في الوحدة 131، ورجعت صداقتهم مع بعض من تاني، وفضلوا على كده فترة لحد ما سافر إيلي كوهين على أمريكا الجنوبية عشان يبدأ مهمته هناك. والمهمة دي كان هدفها الاندماج مع المجتمع السوري تمهيدا لزرعه في سوريا. وبعد كده العملية دي ساهم رفعت الجمال في كشفه، وكان سبب في القبض على إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت، وده الاسم اللي كان مزروع بيه، وتم إعدامه. كانت الفترة بقى من 59 لحد سنة 63 ما فيهاش تغيرات قوية تذكر، بس رفعت علاقته في المجتمع الإسرائيلي زادت جدا ووصلت لأعلى المستويات لحد ما وصلت إلى جولدا مائير، وبدأ في تكوين شبكة من الجواسيس عشان تشتغل لحساب مصر من غير ما يعرف. طول فترة وجود رفعت في إسرائيل ما طلبش أي حاجة من المخابرات المصرية لحد يونيو سنة 63 لما طلب منهم إن هو يرجع مصر، ومش عاوز يرجع إسرائيل تاني أبدا. قرار رفعت ده كان عشان نتيجة طبعا لحالة من التعب والإجهاد اللي وصل لها بعد الفترة الطويلة اللي قضاها في إسرائيل، واللي طبعا مليانة من الضغوط النفسية اللي عليه طول الوقت، سواء من المخابرات المصرية أو من حياته هناك اللي كانت طول الوقت مهددة بالخطر. ولكن تنفيذ القرار ده ما كانش حاجة سهلة أبدا، وكان صعب جدا إنه يختفي فجأة جنبته من إسرائيل ويظهر رفعت الجمال في مصر. وده لوحده كفيل إنه يكشف العملية كلها، ويكشف كل اللي عمله رفعت في إسرائيل، وكمان يكشف الشبكة اللي كونها رفعت في إسرائيل. بالنسبة لعالم المخابرات دي كانت كارثة بكل المقاييس. من هنا تم الاتفاق معاه إنه يقعد شوية كمان باسم جدته، وإن هو يقدر يسافر بلد تانية غير مصر وغير إسرائيل بحجة الشغل لحد ما تفقد إسرائيل الاهتمام بيه تدريجيا، وبعد فترة ممكن يسمحوا له بالرجوع لمصر. في أكتوبر بقى 63 يعني بعد شهور قليلة من المقابلة اللي تمت واللي قال لهم رغبته فيها إنه هو عايز يرجع مصر ويوقف المهمة كلها، قابل رفعت سيدة ألمانية الجنسية مطلقة حبها جدا، اتجوزها، ولما عرضت عليه إنها تغير ديانتها لليهودية رفض بشدة، وحملت مراته بعد فترة قصيرة من جوازهم. وكان رفعت مصمم إن ابنه ما يتولدش في إسرائيل، وطلب من مراته إنها تسافر ألمانيا تولد هناك عشان ما يشيلش للأبد ابنه الجنسية الإسرائيلية،
ولما مراته استغربت من الطلب ده قال لها ان اسرائيل بلد حرب، وان هو مش عاوز ابنه يعيش في اي مشاكل في المستقبل سواء كانت حروب او اضطهاد، وهي اقتنعت. وكمان رفض ان ابنه يكون يهودي، وصمم ان يسيبه بدون ديانة على اساس انه لما يكبر هو يختار الديانة اللي عاوزها بنفسه، واقنع مراته بالكلام ده. وفعلا فضل دانيال ابن رفعت بدون ديانة لحد سنة 73، ولما بقى عنده 9 سنين حصل على الجنسية الألمانية. ومرت سنة بعد سنة بدأ رفعت يتخلى عن أعماله في إسرائيل واحدة واحدة، ويقوي من شغله في ألمانيا، وبدأ يدرس كل ما يخص شغل البترول اللي بقى شغله الأساسي بعد كده لما ساب شغل السياحة في إسرائيل. وبعدها حصل على الجنسية الألمانية اللي كانت مسهلة له كتير في سفره بسهولة لأي مكان في العالم. وطول الفترة دي ما اتقطعتش اتصالاته بالمسؤولين الإسرائيليين، اللي بيها عرف خبر الهجوم على مصر في يونيو 67. وطبعا بلغ المسؤولين المصريين بكل تفاصيل، بلغ بالميعاد وباليوم وتفاصيل الخطة بالكامل، بس محدش خد بالمعلومة دي. محدش خد المعلومة دي بجدية، لأن كان في معلومات تانية موجودة عند المخابرات المصرية كانت بتقول إن الضربة هتبقى على سوريا بس مش على مصر كمان. ولكن للأسف حصلت النكسة في 5 يونيو 67، وهجمت إسرائيل على مصر وسوريا مع بعض، وحققت مكاسب ما كانتش تحلم بيه، وتم احتلال الجولان وسينا بالكامل. وبالرغم من حالة الإحباط وخيبة الأمل اللي عاش فيها رفعت بعد النكسة، بس ما اتقطعتش أبدا اتصالاته بالمخابرات المصرية، وفضل يوصلهم بكل المعلومات اللي كان بيعرفها أول بأول من خلال معارفه في إسرائيل، لحد ما وصلت معلومات مهمة جدا اللي كان ليها تأثير مباشر على حرب أكتوبر. لكن الحمد لله المصريين صدقوا المرة دي المعلومات اللي قالها لهم. وعاش بقى رفعت كل عمره باسم جاك بيتون الإسرائيلي حامل الجنسية الألمانية. في أكتوبر بقى سنة 81 اتصاب رفعت بمرض سرطان الرئة، وبدأ العلاج الكيماوي بالفعل محاولا منه السيطرة على المرض، وتوفى في يناير سنة 1982 بعد ما كتب مذكراته ووصيته اللي كان عاوز يعرف بيها مراته وابنه حقيقته والدور البطولي اللي عمله وديانته الحقيقية. وساب المذكرات دي والوصية مع المحامي بتاعه، وطلب انها ما تتسلمش لمراته غير بعد وفاته ب3 سنين، بحيث تكون قدرت تتماسك وتستوعب الوصية والمذكرات اللي مكتوب فيها. وكان موصي ان هو ما يدفنش كمان في مقابر اليهود، وبالفعل تم دفنه في مدينة ألمانية. ومات رفعت علي سليمان الجمال اللي عرفناه باسم رأفت الهجان. ايه رأيكم بقى في القصة؟ لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.